ابو زيد بيمشي من 2 3. يلا انت انقذ جول اكيد تمام، لانه توقع كوره لحسان فرمى بسرعه وانقذ جول اكيد. شكلنا احنا الاثنين كده ملناش في الكوره. روح لحالك يا ابني بتاع الطعميه. الله، يبقى انت عارفاني بقى وعينك عليا. بقول لك ايه، انا سكت لك اول مره، ما تحترم نفسك. مش قادر احترمها. نعم. طب ما تيجي ناخد بعضنا ونروح اي مكان ونعمل عزومه حلوه كده باي تمن تحبيه. يا نهارك اسود ومنيل. سلام. ماشي، عشان انا لوحدي. ايه اللي جرى يا بنت الاصول؟ مش انت بنت ربيع الحلواني برضه؟ اصل ده عيل قليل الادب. يا قليل الادب. بس يا باشمهندس. احنا الغلط ركبنا من فوق لتحت. بنتك ما غلطتش يا راجل، يعني بلاش تخرج. اسأليها كان شكلها ايه وهي خارجة يا ام البنات؟ كانت ماشية في الشارع ازاي؟ انا كنت ماشيه محترمه وزي الالف، ولا بتهز ولا بتمايل يابا، انما اعمل ايه بقى قدام السفاله وقله الادب؟ اشمعنى انت دونا عن خلق الله اللي قل ادبه عليك وعكسك؟ عشان انا لوحدي اللي كنت ماشيه في الشارع. وبقيت خلق الله راحوا فين؟ ماتوا؟ لا يابا ما ماتوش، بس كل الناس كانت بتتفرج على الماتش. قلت لي خديني معاكي، قلتي لا. ايوه عشان تبقى المصيبه مصيبتين. من النهارده مفيش خروج. جرى يا ربيع، البنت ذنبها ايه؟ ما تروح تشوف الواد الصايع ده مين ابوه مين اهله وخد حق بنتك. اساليها اذا كانت تعرف هو مين. حماده بن الزايد بتاع الطعميه. وعرفت منين ان هو ابن الزايد يا بنت؟ جرى يابا، انت ناسي ولا ايه؟ احنا مش زباين عند ابوه واغلب الايام بناكل من عنده. لا حول ولا قوه الا بالله. الزايد ده راجل بايخ، والولد ده ابنه الحيله، والفلوس خلته يصلب طوله على الناس ومش هيقبل كلام. يا سلام، ما انت كمان ابنك حيله بس محترم. ابنك خايب. محدش فيكم يقول لعاطف على الحكايه دي، عاطف لو عرف مش هيسكت، واصحابه بتوع الكوره دول مفيش اكتر منهم. عندك حق يا بنتي. يوه، جرالكوا ايه؟ المندبه دي ليه؟ لزومها ايه؟ عايزه افهم. الكلام ده لما كنتش اخدت حقي، انما ده انا فرجت عليه الشارع. ما هو الناس اللي كانوا في الشارع دول بقى يا فالحه هم اللي هيقولوا لاخوكي. مفيش حاجه بتستخبى يا نواره. يا جمال، انت مش كابتن، انت قائد، وقائد كبير كمان. دي نمرة البيت يا كابتن وعنوان. نمرة البيت وعنوانه ليه يا ابني؟ عايز اعمل معاك واجب يا كابتن. مصر لازم تقدر ولادها. لا معلش، انا ما اقدرش ادي نمرتي ولا عنوان البيت لحد. معلش اسمح. السلام عليكم اخ ياسين. السلام عليكم اخ حمزه. السلام عليكم اخ فتحي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. يا ترى فضيلته موجود؟ ايوه في مكتبه، ادخل له على طول لحسن هو خارج علشان الدرس. طيب. هو لوحده؟ اي نعم. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا سيدي معتمد الغيبة الطويلة دي؟ ساعة الضرورة متلاقيني قدامك. استغفر الله العظيم. اقعد اقعد اقعد، خد لك نفحة. جزاك الله خير يا سيدنا. وايه بقى يا سيدي الضرورة اللي حدفتك علينا النهاردة؟ أنا النهاردة
وصلني شيك من الأحباب قيمته $10,000. اللهم صل على حضرة المصطفى. ها وصرفته؟ أصرفه إزاي يا مولانا من غير ما فضيلتك تشوفه؟ قرية معتمد، أنت مخك صغير ولا إيه يا ابني؟ هو حد كان شاكك في ذمتك قبل كده؟ اصرف الشيك يا راجل، بلاش دلع، وتاني مرة ما تبقاش تعمل كده، تصرف الشيك وتجيبه على طول. طب تحب حضرتك أصرفه بالمصري ولا بالدولار؟ الله يحفظك يا معتمد، احنا هنوزع الصدقات على عباد الله الفقراء بالدولار، بالمصري طبعا يا راجل بالمصري. قول لي، تحب تقعد معانا تسمع الدرس ولا وراك حاجة؟ لا أحب أحضر الدرس، أصل أنا كنت عايز فضيلتك في موضوع كده يعني. خير؟ خليها فضيلتك بعد الدرس. طيب تعال. السلام عليكم. اهلا بالله. ده صح. ازيك يا محمد؟ ازي حالك؟ ازيك يا ابو اسماعيل؟ زي الاولاد. اهلا 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 بالاحباب. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. اتفضلوا اتفضلوا. نوره تغريد ماما. اطلع يا عاطف من غير زيطه، امك واختك نايمين. ايه ده؟ نوره نامت بدري كده؟ ما هي على طول بتنام قدام التلفزيون. الله يجازي بقى اللي نكد عليها. مين اللي نكد عليها؟ نزلت عشان تشتري كمالة سكر، قام واحد في الشارع عاكسها وعلى شافته من ابوه. ومين ده اللي يستجري عكاسها؟ معرفش. على فكره انت اتاخرت على ابوك زمانه تعب. طب في حاجه تتاكل ولا انزل كل في الشارع، الاكل هنا مش هيعجبك. معيش فلوس. ليه؟ هو انت مش الفريق بتاعك كسبان؟ تلاقيك كسبت رهانات قد كده. كسبت بس لسه ما قبضتش. اديك ربع جنيه؟ ليه عايز اكل فول وطعميه؟ ايوه والله انت ابن حلال. اهو اللي عاكس اختك في الشارع وبعتر لها السكر على الارض ابن الزايد بتاع الطعميه. ايه؟ اه والله العظيم. تاخد ربع جنيه؟ لا نفسي تسدد، انا رايح لابوكي. طب رجع تاكسي السهره. طيب يا بايخ. روى أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع كعب الأحبار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، ألا أخبرك بأغرب الأشياء التي قرأتها في كتب الأنبياء عليهم السلام؟ أن هامة جاءت إلى سليمان بن داود عليهما السلام فقالت: السلام عليك يا نبي الله. وعشان ما حدش يتحير معايا ويقول لي ايه هي الهامة دي، الهامة في هذه القصة بالذات نقصد بها البومة، وطبعا كلكم عارفين البومة دي. فقال لها سيدنا سليمان: وعليك السلام يا هامة، أخبريني كيف لا تأكلين الزرع؟ قالت: يا نبي الله، إن آدم خرج من الجنة بسببه. فقال لها سليمان: وكيف لا تشربين الماء؟ قالت: يا نبي الله، إن نوحا قد غرق فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لها سليمان: وكيف تركت العمران وسكنت الخراب؟ قالت: يا نبي الله، إن الخراب ميراث الله، وأنا أسكن ميراث الله. اللهم صل على استغفرك ربي واتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سليمان: ماذا تقولين إذا جلست فوق خربة؟ والخربة هنا معناها الخرابة. قالت: أقول: أين الذين كانوا يتنعمون فيها؟ قال سليمان: وما صياحك إذا مررت أمام دار؟ قالت: أقول لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد. قال سليمان:
فما بالك لا تخرجين بالنهار؟ قالت: من كثرة ظلم بني آدم لأنفسهم. قال سليمان: فأخبريني ماذا تقولين في صياحك؟ قالت: أقول: تزودوا يا غافلين، تزودوا يا غافلين، وتهيأوا لسفركم. سبحان خالق النور، سبحان خالق النور. استغفر الله العظيم من كل ذنب، لا حول ولا قوة إلا بالله.